القطع دي هنعملها مع بعض النهاردة تحفة يا جماعة، مش محتاجة اقول لكم هي حلوة قد ايه وهتنقل شغلكم في حتة تانية خالص. جبت دي بكام؟ دي قطعت معايا 25 جنيه، تمام، لانها كبيرة شوية. انما دي قطعت معايا 22 جنيه. بس سواء دي او دي شكلهم تحفة. هستخدم طبعا كل ادوات التقفيل العادية بتاعتي، اللي هي القفل بتاعي والمسمار بتاع الحلقات سوري، والقطعة بتاعت السلسلة. بس انا هقفل استانلس، تمام، سواء كان حلقات او اقفال او السلسلة. وده المسمار بتاعي اللي هو بيكون مقفول من تحت، والمسمار اللي هو بحلقة. انا هستخدمهم هما الاتنين علشان ابتدي ان انا اركب الخرز بتاعي. هطلع شوية منهم كده، تمام اهو. الخرز ده في ناس بتقول عليه فيروز، وفي ناس بتقول عليه مرمر، وفي ناس بتقول عليه اسم تاني عقيق، تمام. ايا يكن المسمى بتاعه، بس انتوا عرفتوا الثلاث مسميات. حسيت ان هو هيبقى ماتشي او لذيذ قوي مع البني ده. كريستال مقاس صغير خالص، تقريبا مقاس 6، مش متأكدة 6 ولا اقل من 6، بس انا اعتقد اقل من 6، تمام. طبعا انا لما بديكي فكرة ان انتي تفتحي بس دماغك، مش لازم تطبقيها تيبيكال، تمام. ده من حيث الحاجات اللي انا هستخدمها. وطبعا البنسة دراع اليمين، في ناس بتقول انا ما بعرفش استخدم البنسة في ايه. هو ايه اصلا بنعمله ما بنستخدمش فيه البنسة؟ بصوا يا جماعة، القطعتين اللي فوق دول اللي هنركب عليهم السلسلة، اللي هي هتكون الجزء اللي على الرقبة، اللي هنركب فيها نص من هنا ونص من هنا، ونقفلها بالقفل بتاعها. بس دي هخليها في الاخر خالص. انا همسك كل قطعة من دي هركبها في المسمار، تمام. وطبعا هسرع الفيديو نظرا لان احنا يعني شاركنا مع بعض قبل كده النقطة دي في فيديوهات تانية. انا ركبت المسمار اهو، هعمل معاكم اول واحدة بس، تمام. مش عارفة الطول بتاع المسمار يعني هيسمح ان هي تاخد 3 ولا لا. انا ركبت 3 من الفيروز في المسمار اللي مقفول من تحت، تمام. ووضحت ليه المسمار يا جماعة المقفول من تحت، علشان انا القطعة الأخيرة خالص أنا مش هوصل فيها حاجة، وبما إني مش هوصل فيها حاجة فأنا هسيبها مقفولة، أو هستخدم المقفول اللي هو بيكون فيه فتحة ده لو هبتدي أوصل حاجة بحاجة، تمام. فأنا ركبت 3 هم، وهبتدي آخد المسمار من طرفه الأخير خالص، واروح واخداها نص قطر أو نص دايرة، واروح قافلة، تمام. ادي ايه، اصبح اهي، او خدت معايا الشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، اعتقد واضح. هعمل بقى كمية توازي العدد ده كله. انا هشوف العدد ده كله معايا كام، بس انا هعمل واحدة بني وواحدة اللون ده، هجمعهم مع بعض واوريكم الشكل هيطلع عامل ازاي. في نقطة في غاية الأهمية حابة اتكلم معاكم فيها حبيبتي، علشان ما تجيبيش الإحباط لنفسك. الشغلة بتاعتنا أو أي شغلة في الدنيا لازم تحطي نفسك مكان الجمهور المستهدف. انتي دلوقتي واحدة بتقدمي ديزاينز أو بتقدمي اكسسوارز تنفع للمتوسط العمري، بداية مثلا من 20 سنة ل 35 40 سنة. هل يعقل أو من المنطقي ان انتي تقدمي لهم ستايلز أو ديزاينز يلبسها اطفال فعلا لا تتعدى مرحله ابتدائي، وفي الاخر ترجعي تقولي هو محدش بيشتري مني ليه؟ اصلا انا عملت تصميمات كتير عشان انتي ما حطيتيش نفسك مكانهم. بصوا يا جميلاتي، انا عملت الكميه دي كلها، عديت الفتحات اللي موجوده، وبدات اعمل بناء على العدد بتاعها، تمام. عايزه اقول لكم نقطه مهمه قوي قوي قوي. اهم حاجه في شغلك لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. انا بالنسبه لي كنت عايز ادخل معاها البني، وبدات معاكم الفيديو ان انا هدخل معاها البني، تمام. قامت منى قالت لي على فكره البني خايس قوي كما يقول العرب، يعني منى بتحب تقول خايس زي السعوديين، تمام. قالت لي خايس قوي، مش حلو ومش بايق ومش لايق عليه اصلا. وانا كنت حاسه ان هو لايق، يعني كنت عايزه ادخل معاه بني، فحسيت ان هو لذيذ قوي. منى قالت لي لا مش حلو خالص. وفي نفس الوقت كنت محتاره هل اعملها طبقتين زي ما انتوا شايفين كده، ولا طبقه واحده، تمام. طبعا بما اني بخاف من منى عشان بتبرق لي قوي، فايه استقريت على راي منى وقلنا هنعملها طبقه واحده، تمام. انا جمعت ده كله بالمسمار اللي هو مقفول زي ما اتفقنا، عشان بس ما نكونش بنعيد الكلام. منى اقترحت عليا ان هي تكون واحده، تمام، واحده طويله وواحده قصيره، تمام. انتي بقى وذوقك انتي وابداعك، بس والله احنا كنا مستقرين ان احنا نعملها واحده طويله واحده قصيره،
بس الفرع ما كفاش، يعني يا دوبك الفرع عمل عددهم نظرا عفوا نظرا لفكرة ان هي عددها كبير فعلا. هبتدي اخد الحلقات المقاس ده واوصل كل واحدة، طبعا هي فيها نص قطر او فيها دايرة، هبتدي اوصل كل واحدة زي ما انتوا شايفين. وبصراحة هو شكلها مبشر وشكلها تحفة واللون لذيذ قوي مع اللون الفضي. نقطة في غاية الأهمية يا جماعة، ده مش ستانلس، يعني بيتفاعل مع الجو. يعني ايه بيتفاعل مع الجو؟ هل ده معناه ان هو مش حاجة نظيفة؟ لا، هو بيتفاعل مع الجو، طبيعة المعدن بيتفاعل مع الجو فبيصدي. عارفين المونيكير الشفاف اللي هو طلاء الأظافر أو مقوي الأظافر الشفاف خالص؟ هنديله وش ونسيبه ينشف من قدام ومن الظهر بحيث ما يغيرش لون. مع الوقت كل مثلا شهر ولا حاجة نبتدي برضو نديله وش عشان ما يغيرش لون. دي نقطة مهمة جدا وسر من الأسرار المهمة اللي محدش هيقولك عليها. هبتدي أوصل دول أو أركب دول وأوريكم الشكل النهائي. ثواني، هو انت ازاي لسه ما حطيتيش لايك؟ تمام، وكتبتلي كومنت قمر زيك، يعني ازاي؟ اقنعيني. هو اصلا شكله زي القمر فعشان كده لازم نضغط لايك. حبيبي انا خلصت اهو، شكله تحفة. شايفين التدريجات بتاعته؟ يعني شكلها حلو جدا. بالمناسبة التدريجات دي انا طولتها بالحلقات، يعني عايزة دي مثلا اطول من دي علشان دي فيها حلقتين دي فيها حلقة واحدة، انتوا فاهميني؟ فطلع معايا الشكل التدريجي ده او طلع معايا الرسمة دي. طبعا هو لسه فاضله التكملة اللي فوق. وبالمناسبة الفرع الواحد من الفيروز ده ما كفاش، كان معايا العقد بتاع ستي كانت عايزة تصلحه بس انا خدت الباقي منه يعني لحد ما بقى اجيب تاني، يعني متاسفين جدا ليكي يا ستي. طلع معايا بالشكل ده. هكمله ازاي؟ جبت سلسلة، طبعا قسمتها بالتساوي بالظبط عشان ما يطلعش منك معوجة. تمام، ادي الجزئية دي اهي وادي الجزئية دي اهي. هوصل دي هنا وهوصل التانية هنا، وطبعا اتجاه هيكون فيه القفل واتجاه هيكون فيه الحلقات اللي هقفل بيها. تمام. بصراحة عجبني شكله جدا. هركب السلسلة واوريكم النتيجة. بصوا يا جميلات، انا جبت السلسلة، طبعا جبت طول معين زي ما انتوا شايفين. الحتة دي مثلا، ثواني اجيب لكم سلسلة. زي ما انتوا شايفين الحتة دي بتجيبيها وتقسميها بالنص بالظبط اهو، وتروحي ايه فصلها من الاتجاه ده. تمام، بحيث ان هي تطلع متساويه. لو طلعت واحده قصيره واحده طويله هتلاقي وانت لابسه الكردان عامل معاكي بالمنظر ده او المنظر ده. تمام، فانت لازم تكوني قطعاها بالتساوي بحيث وانت لابساها يؤدي معاكي ان هو واصل للمستوى ده او جاي بالظبط. تمام، بعد ما قطعتيها بالتساوي ركبت من هنا سلسله ومن هنا سلسله بحلقه طبعا او زرط زي ما انتوا بتقولوه زرط. تمام. ادي القفل. انا قفلت من هنا ستانلس لان الجزئيه دي اكتر حاجه بتصدي، لان هي اللي بتكون ملامسه للرقبه.